بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا ان شاء الله النهارده هيبقى عن زراعة الطماطم او القوطة من البذرة بطريقة سهلة وبسيطة، وهخليك تاخد احلى شوية شتلة زي دول كده، بدل ما تروح تشتريهم من المشتل العود ب7 جنيه. لا، انا فوق سطح بيتك هخليك تعمل الاف الشتلات من ثمرة واحدة بس. صل على النبي. ولو حابب تزرع جميع الخضروات او جميع الفواكه ما تنساش تتابعني، انا ادهم وهنزرع جميع الخضروات وجميع الاكل الصحي مع بعضينا فوق سطح بيتك. قبل ما نبدا طبعا ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. طبعا اللي انتم شايفين ده الشتله دي كده بتاعه شتله طماطم، والشتله دي كده بتاعه شتله فلفل. فجي في جزء هنا كده انا كنت سايبه ما زرعتوش، فهبدا ازرع مع بعضينا دلوقتي من الثمره دي نفس الطريقه اللي انا زرع بيها دي. وان شاء الله في فيديو تاني قديما ان شاء الله هنزرع مع بعضينا شويه الشتله دول كده في قصيص اكبر من الحجم اللي انتم شايفينه ده. نشتري يعني دول مع بعضينا. يلا بينا نبدا ونشوف التفاصيل. زي ما قلنا طبعا في المقدمه احنا هنجيب سماره زي اللي انتم شايفينها دي كده وهنبدا نزرعها. اول حاجه هنبدا نستخرج منها البذور كده يا جماعه. ادي البذور بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا فيها حوالي اكتر من الاف البذور، تقدر تاخد منها احلى شوية شتلة زي اللي انت شايفها دي. بس يلا بينا نطبق الخطوات ونزرع واحدة واحدة مع بعضينا. طبعا انا هقول لك على طريقة واحدة لازم تنفذها في الشتلة علشان تنفع معاك، وهنعرفها دلوقتي واحنا بنزرع. صلى على النبي. اول حاجة هنبدأ ناخد السمارة كده، وبعد كده بنبدأ نعمل. طبعا لو انت لو عندكش الغلاف اللي انت شايفه ده بتقدر تزرع فايتها، تقدر تزرع في طبق بيض، تقدر تزرع في زجاجة، اي حاجة تقدر تزرع فيها فوق سطح بيتك، يعني ما تسيبش سطح بيتك فاضي. بعد كده بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده هنبدأ نبحث. طبعا التربة لازم أن تكون تربة طينية، تكون التربة طينية صافية يا جماعة علشان تنفع معاك وعلشان تقدر تقاوم الجذور. بعد كده فتحنا احنا هنا 4 عيون علشان ما اطولش عليكم في الفيديو طبعا. ويلا بينا دلوقتي هنشوف التفاصيل مع بعضين. وهنبدأ نمسك مثلا حوالي 3 بذور مع بعضهم وهنحطهم في مكان واحد. طبعا لو انتجوا معانا وطلعوا هم ال3 مرة واحدة هنبدأ نخف منهم واحدة ونسيب واحدة بس احنا لازم نحط 3 علشان نطمن يعني على البذر. وبعد كده بنبدأ نحط في كل واحد كده بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده. انا اجرب لكم في ال4 دول بس، وبعد كده انا هكمل دول براحتي علشان بس ايه ما اطولش على حضراتكم في الفيديو كده. طيب احنا دلوقتي مثلا اعتبرنا ان احنا زرعنا دي كلها. دلوقتي انا هقول لك على طريقه لازم تعملها. انت دلوقتي زرعت ومية مية ورويت وتمام التمام. طبعا بتيجي تحط شويه تربه خفيفه كده، يعني ما تكترش التربه عليها علشان ايه يكون الانبات يكون معاك اسرع. وبعد كده بعد ما تسقيهم وتمام التمام وترويهم الرويه تمام التمام ما تعرضهاش الى الشمس نهائي. ليه؟ علشان لما تعرض النباتة عندك وهي لسه شجرة، يعني لسه نباتة صغيرة، مش هتستحمل إضاءة الشمس أو الحرارة. يعني أنت تسيبها في مكان يكون ظل تماما، ظل مباشرة، ما تعرضهوش إلى الشمس نهائي. تاني حاجة تخليه في مكان ما يكونش فيه سقعة، يعني ما يكونش فيه رطوبة نهائي. يعني عاوز المكان يكون في كله رطوبة لكن ما يكونش كله سقعة علشان يقدر يقاوم الجذور. حتى لو انت لاحظت لما بتروح عند واحد بتاع مشتل بتلاقيه عامل غلاف كبير وبيبدأ ايه يزرع فيه النباتات جوه. صلى على النبي. فانا بقول لك ان انت تحطه في مكان يكون فيه رطوبة، ما يكونش الجو ساقعة، ما تعرضهوش الى الشمس نهائي، حقاش يصير عمره شهر بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا ان شاء الله في فيديوهات تانية كثيرة انا هزرع لكم اللي انتم شايفينه ده في قصيص اكبر زي اللي انتم شايفينه ده. مع عدهم هنزرع جميع الخضروات مع بعضينا. صلى على النبي. ودي المعلومة سهلة وبسيطة. وطبعا ما تاخدش المعلومة وتطلع تجري. ما تنساش تشترك في القناة. احلى مسا عليكم او صباح الخير اينما تشوفوا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.